هذا العبد وربيه اللي قدامك دابا جاوني عروض كثيره من ناس مختلفين حول المشاريع، واخا تشوف انت بسيطه ولكن راه الناس كانوا باغيين يتشاركوا معنا فيها. بزاف ديال الناس باغيين يبداو التجاره الالكترونيه ولا باغيين يبداو التجاره بصفه عامه وتيفكروا انهم يمشيو امبورطيو السلعه من الشينوا. لا مولاي، راك غلط. الا بغيتي تبدا راه ممكن تبدا غير من بلادك، ولهذا غنصحك بواحد القضيه واعره بزاف واللي هي الصنع المحلي. شوف غير لي بروداكت اللي كتصنعوا هنا عندك في المغرب. فعلى سبيل المثال عندنا واحد المنتجات ديال توفير المساحه، هادو الا مشيتي انت صايبتيهم وصايبتي لهم واحد الكرياتيف. شنو هي الكرياتيف؟ هي واحد الفيديو اشهاري، انت هذاك الفيديو غدير فيه زوايا تسويقيه مختلفه كتبين شنو هو هذا البرودوي كيحل، اي شنو هي المشكله اللي كيعالجها لينا. تقدر تقول لي منين غنجيب هاد الافكار ديال هاد لي بروداكت؟ هنا غادي نقول لك سير سافر للشينوا، ماشي بالطياره، وانما سير سافر غير عبر اليوتيوب ولا عبر الفيسبوك وتانسبير من دوك الناس شنو كيصايبوا. غتشوف شي لعيبه صايبوها وحلات شي مشكل داخل البيت من اجل توفير المساحه. سير انت عند النجار ولا سير عند الحداد ولا سير عند مول الالومنيوم وقول لي خويا بشرا تقام عليا هذه، وسير تقدا لي السلعه وراه غيصايبها لك وبدا خدام عليها. ومن ثم راه غتقدر دير علامه تجاريه او البراندينغ. شنو هي البراندينغ؟ كيف ما قلت هي واحد العلامه تجاريه ديرها غير انت، ما كاين حتى شي واحد في المغرب دايرها. ولهذا ملي كدير شي حاجه فيها الابداع وانت الوحيد والاوحد اللي دايرها في المغرب، بالتالي هنا الناس كامله غتتكبع عليك وغيوليو يشريو من عندك، وكتكون انت هو الاصل والباقي التقليد. لان حتى اللي دخلوا شي منافسين على الخط صعيب انهم يدخلوا ديك الساعه، لانهم غير باش يتجسوا على البروداكت ديالك ويمشيو يسولوا على السلعه شحال دايره، او يمشيو عند الحداد ولا مول الالومنيوم، ولا بعض المرات السلعه تكون متداخله ما بين حرفيين متعددين. صعيب انه يدير هذا الشيء كامل في واحد المده وجيز، وبالتالي ما يجي هو غير يصايب بحالك ويبغي ينافسك الا ويلقاك انت ضرب شي ضربتك وربحتك. هذه غير فكره من بين الاف ديال الافكار. خصك تعرف واحد القضيه، غير بدا وتوكل على الله. الله سبحانه وتعالى يقول وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وانت منين كتوكل على الله وكتبدا كيبان لك ديك الساعه كيبداو يتحلوا لك عويناتك، كيبان لك الارقام شحال كتدخل، شحال ديال البروفيتنات كيبقى لك في هذاك البرودوي ملي كتبيعو. انت كدير واحد الكالكيل، كتم خدام شويه شويه كتلقى راسك عندك مشكل مثلا في راسك، بغيتي تكبر وكيما قادرش تكبر. هنا غنصحك نصيحه اخرى، الا كنتي معقول وفيك الثقه ومخلص لله سبحانه وتعالى ونيتك زوينه وباغي تعاون كذلك الناس وتخدمهم معك، لان اهم شيء في هذا الشيء انك غتخدم ولاد بلادك. صنع محلي يعني غتخدم الناس ولاد بلادك اللي هما بدورهم هازين عائلات. شوف انت الاجر ديالك انك انت كتبيع وتشري، غتصايب عندهم سلعه وغتصدق مربحهم على اساس انهم غيعيشوا حتى هما عائلاتهم. وشوف شحال ديال الخير درتي انت، وغتخدم معاك ناس اخرين ديال الكونفيرماسيون اللي كيكونفيرميو لك لي كوموند، غتخدم معاك ناس اخرين ديال ليفريزون دوك الوافري اللي تيمشيو ليفريو. شوف شحال من اسره ساهمتي نتايا في المساعده ديالها من حيث لا تدري. غير تكون عندك النيه وخلي هذا الشيء هذا تعبدي لله سبحانه وتعالى، قول يا ربي انا باغي نعاون اكبر عدد ديال الناس، ربي غادي يسهل عليك. شوف غير بمشروع بسيط شوف شحال ديال الناس خدمتي معاك ووكلتيهم، راه افضل من انك تعطيهم صدقه، لان الصدقه كتقاضى وغدا خصو يقلب على شنو تعطيه عاوتاني. اما ملي كتعطيه عمل ولا فرصه عمل ولا كتساهم وكتعاونوا على تجارته وعلى خدمته، راه ديك هي افضل صدقه، وربما قد نعتبرها صدقه جاريه، خاصه الا درتي ليه واحد المشاريع وبقى دائما كياكل منه وانت ربما كاع متشي وبقات ديك الفكره عندك السيد لانه تعلمها منك وبقى كيخدم عليها وبقى كياكل منك، راه انت عندك الاجر كذلك. يعني انسان دين ودنيا، عيش هنا وفي نفس الوقت استغل هاد الدنيا هذه للاخره ديالك. على اي رجعوا هذه غير فكره، قلت لك الا توفروا في هذه المعايير هذه اللي هي الثقه والمعقول والنيه وكذا وباغي تكبر، تقدر تلقى عائق ديال راس المال باش غتكبر. ولكن هنا راه ما غيكونش عائق. لماذا؟ لان ملي كتواصل انت بهذه المواصفات هذه غيجيوك مستثمرين باغيين يستثمروا في المشروع ديالك، وتقدر انت اللي تقترح عليهم المشروع ديالك، ويقدروا هما يجيو يقولوا لك بغينا نتشاركوا معك في هذه لافير هذه، وبهكا غادي تكبر. وهذا الشيء كنقولوا لك عن تجربه ماشي عاودوه ليا. هذا العبد وربيه اللي قدامك دابا جاوني عروض كثيره من ناس مختلفين حول المشاريع، واخا تشوف انت بسيطه ولكن راه الناس كانوا باغيين يتشاركوا معنا فيها. فعلى سبيل المثال واحد المشروع كنت درتو شحال هذه على اي ما كملش لظروف ما كمل، ماشي لان المشروع فاشل وانما الشريك اللي كان معايا ما تفاهمتش انا وياه وصافي حبسنا داك الشيء. على اي كنا كنبيعوا الحوت اونلاين وجاونا جوج ديال العروض كبار. عرض واحد ديال واحد المستثمر بغى يدخل معنا ب 10 ديال السيارات باش اننا نوليو ليفريو الحوت. ها الاول المستثمر الاول. المستثمر الثاني كانت عنده مكازا في البور ديال كازا وكانت هو بغى يشترك معنا، وكل واحد شحال فرض علينا ديال النسبه باغي يدخل معنا بها. على اي باقي التفاصيل
ما يمكنش نذكرهم لان كان وقع لي مشكل مع داك الشريك وحبسنا داك الشيء. اما المشروع كان مشروع مربح بزاف، اللي كنا تقريبا غير في بعض الاحيان غير يومين ديال الخدمه كتبقى لك بروفيت نات واحد 1500 درهم، وفي المغرب راه شي حاجه كتبقى زوينه. المهم الشاهد عندنا الا ثقتي في المشروع ديالك وعرضتيه على الناس وامنوا به، وانت اصلا اولا خصك تكون مامن به، راك غادي تكبر وغيجيوك عروض كيف ما هو الحال دابا ولله الحمد. والله العظيم كاين بزاف ديال الناس باغيين يتشاركوا معايا دابا، الا اقترحت عليهم غير شي فكره يقول تكون معنا انت فيها اخويا سفيان، وشوف راس المال ما تضربش ليه الحسبه، حنا معاك فيه شحال ما بغيتي. المهم راه راس المال ما تفكرش فيه، غير بين اللي يعطيني دراسه جدوى ديال المشروع يكون مربح وسير الله يسخر لك. الحمد لله كاين الناس دابا بزاف باغيين يدخلوا معايا شركاء في عده مشاريع، غير بمجرد شنو عندي، ما عندي لا راس مال لا والو، ولكن الحمد لله كاينين افكار زوينين ممكن يطبقوا على ارض الواقع، وفيهم نوع من الابداع اللي قليل في المغرب اللي دايرينهم، وبالتالي ملي كتعرضهم على شي واحد تبارك الله عنده الشكاره فكتعجبو الفكره وكيبغي. غير انا خصني الوقت المناسب اللي نبغي فيه انا باش انني ندير معاهم هاد لافير هادي. يعني كاينين بزاف ديال الناس، انا عطيتكم مثال، اما راه بزاف ديال العروض تيجيوني على هاد الشاكله هادي، ولكن كيبغيوني انا شخصيا. علاش؟ تيشوفوا فيا مبدا ديال الثقه، ماشي كنزكي راسي حاشا ولا، ولكن كيشوفوا فيك الثقه في مجال التجاره، تشوفوك انك انت اهل الثقه، ما غديش ليه ديالو بزاف ديال الحويجات، انك كتهضر معاه بطرق علميه ماشي كتنظر عليه كتقول لي شي حاجه ما كايناش في الواقع، لا كتجيب لي داكشي اللي كاين في الواقع. المهم هذا الجانب الايجابي. كاين حويجات اخرى في العالم ديال الانترنت ونقدر نفصلها لكم في حلقات قادمه، اللي هي ما ننصحكمش انكم ديروها، هي ما له علاقه بالمنصات الالكترونيه. هذا المجال كنت دخلت ليه ومشاو لي فيه فلوس كثيره. ثاني حاجه اللي غنصحكم بها، الا بغيتوا تكونوا شركاء مع شي واحد فغادي ننصحك بانك توثق، ما تجيش وتدخل هكذا بدون توثيق. وثقوا الشغل ديالكم واتفقوا في الاول على النسبه شحال، وكل شيء يكون داكشي مسجل باش تكون الامور واضحه وبينه باش ما يدخلش الشيطان بيناتكم. على اين انت مالك دابا غير تبدا، انا غير حليت ليك عينيك باش نوريك راه كاين ما يدار. ما تستناش حاجه تعجيزيه نمشي للشينوان نمشي لوروب نمشي نجيب هاد تركيا نجيب السلعه، السلعه اخويا راه حداك، اش تقدر تكون غير في دربكم وانت ما رادش ليها البال. ومن هنا انصحك ببدايه مشروعك الشخصي، وبالتوفيق محبك الاستاذ سفيان. الى حلقه قادمه باذن الله، الى ذلكم الحين استودعكم الله. وما تنساوش تقاسموا معنا التجارب ديالكم والمشاريع اللي خدمات لكم، وشنو الرؤيه المستقبليه ديالكم ان شاء الله. فالا كانت نيتكم زوينه ربي غادي يسهل عليكم. تحياتي.